أنا شفت الجن وعشت مع واحد منهم شهور، وكمان نزلني تحت الأرض. اسمي منة. الموقف ده حصل لي من سنين، لما كان عندي 14 سنة. كنت بحلم بشاب وسيم جدا بيجيلي دايما وهو راكب حصانه الأبيض، وبلاقي نفسي وسط أشجار وورود وروايح جميلة جدا. كان بيمسك ايدي ويركبني وراه ويفضل يلف بيا بحصانه الأبيض الجميل، اللي مهما أحكي عنه مش هقدر أوصفه. كان جميل جدا ولونه الأبيض كان بيشع نور، كان عامل زي الأفلام اللي بنشوفها. عارفين انتم فتى الأحلام اللي بيخطف البطلة ويهرب بيها على حصانه الأبيض؟ لما كنت بشوفه كنت ببقى مبسوطة جدا. كل يوم كنت بشوفه في أحلامي، لدرجة إني بقيت بنام بدري علشان أشوفه مخصوص. في يوم لقيته بيقولي على غير العادة: منة، أنا معجب بيكي وبحبك، ممكن تتجوزيني؟ كنت صغيرة وفرحت قوي وهزت له راسي بمعنى إني موافقة. ولما عملت كده ضحك وحضني ومسك إيدي وقالي: جاهزة أعرفك بأهلي يا منة؟ غمضي عينيكي. غمضت فعلا عينيا وفتحتها بعد ثواني لما هو قالي فتحيها. بصيت حواليا لقيتني في مكان زي قاعة كبيرة وضخمة جدا، وفي ترابيزات كتير جنب بعض، وأشخاص كتير جدا جدا قاعدين في صمت، وشوش جامدة ومتصلبة وكأنها حفلة. ولما جينا سكتوا، بس الغريب في وشوشهم إنهم ساكتين وباصين لبعض بصمت. كانوا عاملين زي التماثيل، شكلهم ما كانش مرعب ولا حاجة، بس لبسهم هو اللي كان غريب شوية. ألوان زاهية تعمل أبصار، وكلهم لابسين على رؤوسهم تيجان بألوانات مختلفة. كان في ممر بين الترابيزات، وتحت منه سجادة حمراء منقطة بكذا لون. بدأ يشدني من ايدي وانا بصاله بتوتر وقلبي بيدق. سحب ايدي مرة تانية علشان امشي معاه، بس سحبت ايدي وانا بقوله بصوت خافت وبنبرة مهزوزة من الخوف: انا خايفة جدا، هم عاملين ليه كده؟ دول مش بيتكلموا ثابتين وعيونهم جحدة قوي، انا عايزه امشي من هنا. لقيته بيبصلي بابتسامه وهو ماسك وشي بايده وقال لي بحنيه: دول اهلي يا حبيبتي، مش اتفقنا اننا نتجوز؟ لازم اعرفك بيهم، تعالي معايا وما تخافيش، طول ما ايدك في ايدي محدش يقدر يمسك باي سوء. طريقته في الكلام وضحكته ليهم سحر، خلوني وافقت من غير ما اقول اي كلمه، رغم اني كنت خايفه جدا والجو كان حر قوي. لما دخلت معاه ومشينا في الممر كنت ببص حواليا عليهم لحد ما وصلنا قدام كرسيين كبار وكانوا من ذهب. لما بصيت لقيت راجل وست قاعدين على الكرسيين الوحيدين اللي قدامي. معرفتش اشوفهم لما بصيت عليهم، لاني عيني لما كانت بتيجي عليهم كانت بتزغلل، بس قدرت اعرفهم بسبب لبسهم المختلف وقعدتهم على الكرسيين، كانت كلها وقار وهيبة. بدأت اسمع صوتهم كويس، كان صوت اجش وغليظ جدا. صوت الراجل كان مميز، لكن لما جم يتكلموا ما فهمتش اي حاجة من كلامهم، لغة مش عربية، بس واضح من كلام الاتنين دول انهم غضبانين جدا. اما الشاب اللي كان واقف قدامهم بانحناء وهو ماسك ايدي كان صوته بيدل انه بيترجاهم. فجأة قاموا ووقفوا، لقيت حركة ورايا، لما بصيت لقيت اللي موجودين كلهم وقفوا بثبات بدون اي حركة. في الوقت ده حسيت ان هيغمى عليا، الدنيا فضلت تلف بيا والحر حواليا زاد ومبقتش قادرة اتنفس. وكانت لحظات والدنيا اسودت في وشي، بس كنت سامعة صوت الشاب بينادي عليا زي صوت جاي من بعيد. وصحيت على صوت امي وهي بتناديني. لما صحيت قلبي كان بيدق وكنت عرقانه جدا. امي دخلت الاوضه وقالت لي وهي بتزغرط: بنتي يا منى قومي، كل ده نوم؟ قلت لها وانا بتاوب: ايه يا ماما بتزغرطي ليه؟ خير ان شاء الله. شدت الغطا من عليا وقالت لي وهي بتسحبني من ايدي بسعاده: وده عمك محروس طلب يدك من ابوكي، وابوكي وافق وقرا معاه الفاتحه، مبروك يا بنتي. اتصدمت لاني ما كنتش عايزة اتجوز محروس. محروس كان اكبر مني ب10 سنين، بس هي دي سلوى بلدنا، البنت تتجوز في سن صغير وما يحقلهاش انها ترفض ولا تمنع كلام ابوها بيمشي عليها. جريت على الحمام زي عادتي لما بكون عايزة اعيط ومحدش بيشوفني، بس ما كانش بايدي حاجة، علشان كده سكت وما بينتش قدام ابويا اني رافضة. كان عمري 14 سنة وحصل واتجوزنا بعد قراية الفاتحة بأسبوع، وكأنهم بيتخلصوا مني. وفي الأسبوع ده الشاب اللي كنت بشوفه في الأحلام كان وحشني جدا، لأنه من بعد اليوم إياه مبقاش بيجيلي في الحلم. كنت مهمومة لأنه عودني إن أشوفه وأمسك إيده وأسمع كلامه وأسرح في عيونه. بصراحة حبيته جدا، طيب وحنين، وكنت بحس معاه بالأمان.
والحب والحرية وشعور جميل جدا. افتقدت كل ده لما اتجوزت وقلت خلاص مش هشوفه تاني، بس كنت غلطانة لانه جالي وشفته، بس مش في الحلم، لا في الحقيقة. ظهر لي يوم دخلتي. وقتها لما طلعنا الشقة جريت على الحمام لاني كنت خايفة جدا من محروس وكأنه وحش هيموتني. وفضلت اعيط وكنت سامعة صوت محروس بيضحك وبيقولي على راحتك يا عروسة، انا مستنيك بس ما تطوليش عندك. حسيت بايده وقتها وانا في الحمام بتطبطب عليا، وصوته بيقولي منة ما تخافيش انا مش هسيبك. الصوت كان جاي من المراية اللي في الحمام. قمت وبصيت لقيته وشفته واقف بين جبلين ومتسلسل من ايده ورجله، وبدأ يقولي ابويا وامي رفضوا اني اتجوز منك ونفوني هنا، بس صدقيني انا ههرب من هنا وهجيلك علشان نتجوز، وساعتها هنهرب انا وانتي ومحدش هيعرف عننا اي حاجة. كنت بصاله وانا ساكتة وخايفة جدا، لانه ببساطة ما كانش بالشكل اللي متعودة اشوفه بيه. هو نفس الصوت لكن شكله كان مرعب جدا. كان شبه القرد بالشعر الكثيف اللي على جسمه، ونفس تقويسة الظهر، ومخالبه طويلة وعيونه حمرة جدا، ووشه كبير زي جسمه وايده ورجله. لما شفته صرخت ووقعت من طولي. عايزة اقول لكم ان حياتي من اليوم ده اتقلبت، ومش انا وبس، لا محروس جوزي كمان. لما سمع صوت صرختي كسر باب الحمام وشلني وحطني على السرير. فضل يفوق فيا، ومن يومها ولمدة 7 شهور بالتمام والكمال ما قربش مني. كنت بشوفه زي القرد، كنت بشوفه بنفس الهيئة اللي ظهرت لي في المراية. لما الموضوع طول وامي عرفت ودتني لشيخ في القرية عندنا، اداني حجاب وقال لي ما تقلعوش من رقبتك، وكل يوم استحمي بمية مقري عليها كلام هو ادهوني، وقال لي اقوله في المية كلام زي الطلاسم كده. عملت كل ده وما حصلش حاجة، بل الوضع ازداد سوء. ده لان محروس كان كل ما كان يدخل الحمام كان بيشوف انعكاسه في المراية بوش محروق، وكان بيقولي انه بيسمع صوت بينادي عليه كل يوم بالليل وبيحذره انه ما يقربش مني. حياتنا اتقلبت جحيم حرفيا. بس في الوقت ده ظهر معدن محروس الحقيقي. كنت مفكراه علشان اكبر مني انه هيضربني في الرايحة والجاية وهبقى معاه مش مبسوطة، بس ده ما حصلش لانه كان بيعاملني بما يرضي الله وكان بيحبني جدا. مع الايام بدأ يجيله تشنجات وبيغمى عليا كتير من غير اي سبب. محروس لف بيا على دكاترة كتير وكلهم اجمعوا اني سليمة ومفيش اي حاجة فيا، لحد ما لقيت محروس بيقولي انا لقيت شيخ كويس بس هنسافر له، مش هنستنى كتير، بكرة باذن الله هنتحرك. وفعلا رحنا له، ولما شفته ما حسيتش بنفسي وفضلت اصرخ واتنطط. كنت حاسه بنفسي بس مش عارفه اتمالك اعصابي او اهدى. قرا عليا قران وفضل يبص في عيني، وانا في الوقت ده استرجعت كل ليله شفت فيها الشاب. كنت صغيره وطبيعي ما كنتش اعرف ان هو واهله مش بني ادمين، وانهم حكيت كل حاجه للشيخ. علشان كده قال لي محروس الموضوع واضح، زوجتك كان عليها جن عاشق وعرض عليها الجواز وهي وافقت بحكم سنها وبحكم انها قالت لنفسها ده مجرد حلم، ولما وافقت هو نزلها تحت الارض عند عشيرته وهناك رفضوا الجواز. اما هو اصر حبسوه علشان عارض كلامهم، وهو دلوقتي محبوس بس قادر يسبب ليكم عكوسات. ظهر لها لانها متعودة تعيط في الحمام وتبص في المرايات كتير. دول سببين كفيلين انهم يضروا ويؤذوا اي بنت في السن ده، وده اللي حصل لها فعلا. من صغري وانا كل ما حد يزعلني ادخل الحمام وافضل اعيط، وكنت ببص على نفسي في المراية. لما بدأت احس بتغيير بيحصل في جسمي، بس بفضل ربنا ما بقيتش اشوفه ولا بقى يحصل لنا اي حاجة، وده بفضل ربنا ثم الشيخ واللي عمله معايا. وقال لنا كمان نشيل كل المرايات اللي في البيت، واني اشغل قرآن بالتحديد سورة البقرة في الشقة، واواظب انا ومحروس على الصلاة والاذكار والوضوء قبل النوم. وبعد ما عملنا كل ده حياتنا مشيت طبيعي، وبعد سنة ربنا كرمنا بابني الاول وليد، ودلوقتي عندي وليد وبسمة ووعد.